البيرن اوت او الاحتراق النفسي هو اللي جابني الارض وخلاني اختفي اخر 3-4 شهور. الموضوع بدأ اخر 22 وخليني احكي لك ال3 مراحل اللي عديت بيهم. المرحله التانية كان في علامات كتير قوي بس انا ما خدتش بالي منها. في اخر 22 الدنيا ابتدت تديني وتبعت لي فرص كتير قوي، وانا مين عشان اقول للحياه والفرص الجميله دي لا. كنت ببدا يومي الساعه 7 الصبح، بروح اشتغل في الجامعه الساعه 8 الصبح لحد الساعه 4 5 الظهر. بعد كده اطلع العياده اشتغل الحالات البرايفت الخاصه بتاعتي في العياده، اخلص الساعه 10 11 بالليل واروح انام. وفي نفس الوقت ابتدى الكونتنت بتاعي يكبر، وابتدت الناس تطلبني ان انا في الويك اند او في الاجازات اروح ادي محاضرات او ادي كورسات او ادي ورك شوبس. في نفس الوقت عشان الموضوع ده كان يستمر كان لازم اصور الكونتنت، فلو كان عندي اي وقت بصور فيه كونتنت في الويك اند كنت بصور كونتنت او فيديوهات، او كنت بصحى قبل الشغل الساعة 6 الصبح اصور شوية فيديوهات. كل ده كنت بعمله وانا بعمل الماجستير اللي كان مطلوب مني اعمل فيه اكتر من 100 حالة، اذاكر وانجح في اكتر من 20 امتحان شفوي وكتابي وعملي، واكتب رسالة مكونة من 80 صفحة فيما فوق. ودي يا صديقي كانت المرحلة التانية، ان ابتدى ابقى على طول تعبان. لو عندي يوم اجازه مفضل ان انا ابقى قاعد على الكنبه او نايم في السرير ما اعملش حاجه. ابتدى يبقى عندي ما يسمى بالسوشيال فاتيج او الارهاق الاجتماعي، ان انا مش قادر اتكلم مع ناس. وخلي بالك ان شغلي في الاسنان او شغلي في الكورسات كله تعامل مع بشر، فبالتالي في الوقت اللي انا كنت فيه اجازه ما كنتش عايز اتعامل مع بشر لان ما كنتش قادر. البطاريه بتاعت الجزء الاجتماعي بتاعي كانت فاضيه على الاخر. وفي وسط كل ده تيجي فرصه سفر، وسفر يعني ورق كتير، يعني ترجمة أوراق، يعني لف، يعني تتعلم لغة جديدة، يعني تدور على بيت، يعني تنقل كل حياتك، يعني تسيب البيت اللي انت كنت فيه، يعني تطلع العفش من شقتك، تدخل عفش جديد في شقة جديدة، وكمية مجهود وإرهاق نفسي غير طبيعي. وهنا كانت المرحلة الثالثة، ان انا ابتديت أتعب، جسمي وقف، جسمي ابتدى يبقى مش قادر يكمل. ابتديت أعيا كتير جدا. اعتقد السنة اللي فاتت عيت اكتر مرة، عيت لمدة سنين. كنت على طول تعبان، مهما نمت كويس مهما أكلت كويس أنا على طول مرهق وعلى طول تعبان. وهنا جت اللحظة اللي كان لازم أوقف أو أجبر إني أوقف وأرتب أولوياتي، لأن الموضوع كان عامل زي ما أكون شايل صينية وعمال أحط حاجات كتير على الصينية دي، عمال أحط حاجات كتير على الصينية دي، ومش واخد بالي إن أنا اللي شايل الصينية اللي وقعت في الآخر على دماغي، وكل حاجة وقعت في كل حتة. فمن حقك ومن حقي كبني آدم إن إحنا ناخد فترة راحة من أجل سلامنا النفسي، ونرجع نعيد في الراحة دي تفكيرنا ان احنا بنشتغل 10 ساعات عشان نعيش ساعة واحدة، بنشتغل 6 ايام عشان ناخد اجازة يوم واحد، بنشتغل السنة كلها عشان 20 يوم نأجز فيهم. ويجري الزمن وفجأة هنلاقي نفسنا عواجيز ما عندناش الصحة نستمتع بالوقت اللي احنا خلصنا فيه شغلنا. واللي انا اتعلمته انه مهم وانت سايق في مشوار الحياة الطويل ده ما تنساش انك سايق عربية دي هي نفسك. لو انت مش كل شوية بتوقف تعمل لها صيانة وتاخد بالك منها، وفي ساعات اوقات كمان تكون محتاج تريحها وتبطل الموتور شوية، العربية هتتحرق بيك ومش هتعرف تكمل الرحلة.